معلومة بسيطة عن العملة في سلطنة عمان. طبعا العملة الرسمية هي ريال. 100 دولار أمريكي تعادل 38 ريال عماني، يعني الريال العماني الواحد يعادل تقريبا 3 دولارات أمريكي. هاي طبعا اللي أمامكم هي فئة الواحد ريال. طبعا اكو فئة العشرة، اكو فئة العشرين. 1 ريال طبعا يعادل 1000 بيسة. إذا تشاهدون حاليا هاي العملة الثانية أمامكم، هاي يسموها البيسة، تمام. ف1 ريال عماني يعادل 1000 بيسة، يعني 10 قطع نقدية أو 10 قطع ورقية، عملة ورقية من هاي اللي هي 100 بيسة. هاي للمعلومة إذا حبيتوا تستفادون. هنا طبعا نظرة سريعة على السلطنة المحاطة بالجبال من كل جانب، العاصمة مسقط خصوصا. هذا طبعا يسموه قصر العلم، هذا اللي انبنى سنة 72 عن طريق السلطان قابوس الله يرحمه اللي كان قاعد بيه أصلا. حاليا السلطان هيثم بن طارق اللي هو السلطان الحالي لسلطنة عمان، عادة هو ما يقعد هنا، لكن الاجتماعات والى آخره تكون هنا. المكان بصراحة كلش حلو، فخم جدا. طبعا مثل ما ذكرت تشوفوا دائما الجبال محاطة بسلطنة عمان، مكان كبير جدا بصراحة. لا تشاهدون حاليا راح اسوي حاليا فوق، خلينا نقول 360 درجة تشوفون باقي المكان. هنا طبعا الجبال ايضا، هاي المنطقة. هذا الفيديو عن قرب للقصر. طبعا الباب الرئيسية هنا راح تكون. هذا الباب الرئيسي، وهنا شكل القصر. أشهر سوق في سلطنة عمان سوق مطرح، سوق قديم جدا طبعا. لنستكشف هذا المدخل مالته. طبعا الصناعات اليدوية هنا كلش موجودة بكثرة، يعني لازم واحد ياخذ ميدالية وياه أكيد، يعني تذكرة من سلطنة عمان أو شيء للذكرى. شنو تذكرة؟ أكيد الخنجر العماني وغيره. سواح أجانب أكيد بكثرة موجودين. طبعا الأجانب أكيد يحبون هاي الأمور لأنه بها التراث العماني. طبعا مشكلة احنا العرب هاي الأمور عندنا مشتركة فعادي. هذا الديكور الخاص بسوق مطرح. السوق بصراحة لطيف جدا، يعني تقدر تخلص هنا فد ساعات ممكن. كل شيء بيه تقريبا، كل شيء هنا موجود. طبعا الشيء المميز جدا بهاي المنطقة بصراحة، او اللي هي خلينا نقول سوق مطرح اللي هو ذاك اللي امامكم، تمام. المميز انه اكو يعني المي، تمام، فالاجواء هنا تجنن تصير، وبنفس الوقت اكو جبال هاي اللي تشاهدوها امامكم، وهنا الاسواق. اذا اجيتوا زيارة لسلطنة عمان انصح جدا باستخدام هذا التطبيق اللي تشاهدوه امامكم، اسمه اوتاكسي. تطبيق رائع جدا، تستطيع من خلاله طلب تاكسي يجي للمكان اللي انت بيه خلال لحظات، ما واجهت اي مشاكل بصراحة، وبشكل رائع جدا. الان مثل ما تشاهدون امامكم واجهة التطبيق سهلة جدا. هنا طبعا بالاسفل تختار السيارة اللي انت تريدها، سواء سيارة اقتصادية او حتى اذا كان السائق يعني فيميل او بنت، خلينا نقول هاي خصوصا العوائل ممكن تحتاجها. كذلك الحال سيارة كبيرة او سيارة فاخرة، هذا الشيء راجع لكم. على سبيل المثال اذا اطلب هاي النوع من السيارات اللي هي الاقتصادية، كل اللي عليك تختار ريكوست او طلب، راح تلاحظ وبشكل رائع جدا وخلال لحظات يوصل لك التاكسي، وبمدة لا تتجاوز ان شاء الله دقيقة الى 3 دقائق. الان مثل ما تشاهدون بشكل رائع جدا حاليا اجاني هذا الاشعار انه السائق ينتظرني الان. طبعا ايضا يعطيك التفاصيل اللي هي السيارة نوع تويوتا كورولا، وايضا اللون الابيض، وكذلك رقم السيارة. راح اصور لكم ان شاء الله. ومثل ما تشاهدون حاليا وبشكل رائع جدا وصل السائق،
وايضا تحت الامطار طبعا اجواء جميله جدا، فتطبيق جدا وانصح به كثيرا. شوف التقيت بمنو الحبيب الاستاذ فهد السعدي، اهل عمان راقين جدا، طبعا التقيت به في كاس العالم في قطر، كانت مناسبة راقية جدا والله. السلام عليكم. وعليك السلام الأحبة، كيف الحال؟ الحمد لله أبو شام. والله شكرا لقطر لأن جمعتنا أكيد مرة ثانية، حياكم الله. يا مرحبا والله. تعبتك والله. لا والله بالعكس، والله العظيم يعني الله يسلمكم ويحفظكم. الله يخليك. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. حياك يا دكتور، حياك. بناء على ذوق الأخوة العمانيين حاليا شباب جميلين طبعا، والله خجلوني بصراحة. اقترحوا لي هذا المطعم اللي هو تراثي تماما، حتى تصميمه يشبه القلعة اللي اسمه روزنا يعني، فواضح جدا بصراحة من المشهد ان المطعم جدا جدا راقي، يدون نقطة ضعف الامور التراثية. تخيلوا ما شاء الله هذا المكان، احنا حاليا منتظرين على اعتبار ماكو، تخيلوا ماكو مكان نقعد فيه، شوفوا عدد الناس اللي منتظر ايضا. مكان بصراحة كلش عملاق، هو التراث العماني الاصيل. طبعا هذا حاليا اسماك المشوية، هذا والله اكيد واضح زين، لكن هذا لازم تتوقفون يمه، هذا طبق عماني اصلي اللي هو الشواء العماني بلي. هذا اذا تشاهدون بالخارج هذا ورق الموز، تمام، يخلون وياه اللحم تمام بهذا الشكل، ويخلوه تحت الارض ممكن حتى 3 ايام على الجمر، يعني راح يكون الطعم خرافي جدا بصراحه. لا تشاهدون حاليا شيء مبين كلش راقي والله جدا، فنجاوب ان شاء الله ونقول لكم. وهاي طبعا من الاكل المشهور في سلطنة عمان، شاكيك لازم تجاوبوها اذا جيتوا. شنو اسم المنطقة هاي حاليا؟ هذه قنتب. اها تمام، جميلة جدا بصراحة، جبال وطبيعة وبحر يمكن مو؟ ايوه all together يعني 3 in 1. هذا الجانب منه هيجي، لازم تزورون السلطنة بصراحة، سلطنة عمان تستحق وبشدة جدا، شعبا وسياحة وثقافة و everything here is about to be يعني شنو نقول يخبط gorgeous. وندخل المقر الرئيسي الفندق فوق، والواحد يقعد هنا هيك يتأمل والله يصفن. ايه هو بالليل فقط تخيلوا هذا المكان من اجمل الاماكن اللي ممكن تشوفها بحياتك. هذا الفيو طبعا، هاي كافيه مطلة، شوفوا هنا خليج عمان، هذا مو تمام؟ خليج عمان هذا، شوفوا ما بين منطقة قنتب يعني واو، يعني صدق ذواقين بالاختيار. هذا اللي يجي العمان لازم يشوف هذا المكان، لازم. مسجد السلطان قابوس، طبعا هذا اكبر مسجد في سلطنة عمان، هندسة معمارية بصراحة وجمال مو طبيعي، طبعا المصمم مالته عراقي. لا طبعا هاي الحديقة اللي موجودة، لو تشوفون شكل الأجانب بالحجاب يضحك. شوفوا ذول على سبيل المثال كيوت. هسه ان شاء الله هدخل الجو حتى تشوفون الداخل، تصميم بصراحة عظيم. ركزوا لي على التفاصيل، انا من عشاق التفاصيل. شوفوا النحت، نقش، الذوق باختيار حتى الالوان، الهدوء في كل مكان. ركزوا لي هنا، عظيم والله. هسه ندخل الجو حتى تشوفون. ركزوا لي على هذا المشهد الذي يحبس الانفاس بالحرف الواحد. راح اخلي الكاميرا تشتغل واني هم قاعد اتامل. ركزوا، واو مستحيل والله عندما يصمم العراقي. نسيت اسم المهندس بصراحة، بس قالوا عراقي. Quando voi entra in galleria c'è diversi tecniche di lavoro qua, non è solo مبهر. questa ceramica disegnato dell'altro così, capito? Anche un'altra tecnica che quello così. Sì, qualche sì. Yes, and before this one,
all the surface of circumambulation is inside. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث أخرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. هاي الثريا بصراحة ما أعرف كم طن. واو. طبعا ملاحظة مهمة، هذا السجاد اللي تشاهدوه أمامكم هو سجاد إيراني، 600 امرأة إيرانية سووا بشكل يدوي، يعني هذا خياط يدوي. تخيلوا الإنتاج الإيراني، ولكم أن تتخيلوا. كذلك الحال بالنسبة للجهة الثانية، نفس الحالة. يعني والله المكان مستحيل. طبعا أكيد جماعة الهندسة المعمارية راح يعرفون هذا الشيء. واو. دار الأوبرا السلطانية مسقط. طبعا في المكان فخم وكبير جدا بصراحة. هذا الأوت سايد، هسه إن شاء الله تشوفوها من الداخل. هذه الباحة الخارجية والتصميم. الطبيعة في سلطنة عمان بصراحة جدا جدا ملفتة. يعني عمان بالسياحة مظلومة حيل، لأنهم معتمدين على النفط تقريبا والبترول أو هيك شيء، فالسياحة مو فد شيء مهم هنا، لكن لو تفعل فهي رقم واحد. دار الأوبرا. ركزوا لي على هذا المشهد الجميل جدا حاليا، الأمطار. طبعا هنا لا تشوفون دار الأوبرا، هذا الفيو حاليا مطر، فشي جنن بصراحة. الوقت حاليا طبعا 12:10. دار الأوبرا السلطانية في مسقط. طبعا هي أول أوبرا في العالم العربي، شيء عظيم جدا بصراحة. الهندسة المعمارية من أعظم وأجمل ما يكون. خليني أشرح لكم بشكل مختصر عن دار الأوبرا في مسقط. يعني التصميم بصراحة جميل جدا، وهاي أول أوبرا في العالم العربي. تمام. اكو شغلة طبعا كلش حلوة، اللي هي تشوفون هاي الثلاث أضوية. هاي هذا المكان مخصص لجلوس السلطان في حال اكو عرض مثلا، سواء باليه أو أي عروض. طبعا هنا القيصة كانت إلى حفلة، كاظم الساهر أكيد. زين. وهنا طبعا مثل ما ذكرت السلطان هنا يجلس. طبعا مهم جدا ان شاء الله اذا اجيتوا لدار الاوبرا السلطانية لازم تدخلون في هذا الجسر اللي راح يؤديكم على الغرف الموسيقية، وفشي جميل جدا. هسه ان شاء الله حصور لكم. طبعا الصعود يكون منا هذا المجسم الجميل. هذا شكل الجسر. طبعا المكان للأمانة عظيم جدا، يعني تحفة معمارية غاية في الجمال. راح أوصل إن شاء الله لهناك وأصور لكم. طبعا الشيء العظيم جدا في هذه القاعة هو أنه أنا راح أسمع الأصوات الطبيعية لمدة 6 دقائق، أصوات طبيعية تماما في هذه الغرفة. تأملوا وياي الأصوات، هي أصوات طبيعية من السلطنة. شوفوا هنا شنو راح يصير. الله، هي تشمل صوت المحيط والشواطئ والأشجار والأفلاج والصحارى والجبال. شعور عظيم بصراحة. الأصوات ثلاثية الأبعاد وخيالية. طبعا كلها أصوات طبيعية هاي سمعوا هنا حاليا.
هذا واضح اللي هو صوت المحيط أو البحار. أصوات مخيفة أحيانا تكون، لكن عظيمة عظيمة جدا. طبعا أكيد هاي الحلوى العمانية باللبان، هاي لازم نجاوبها دائما وأبدا أكيد. هذا السمن البلدي. تمام. تكون السمن الحر فيه. ما شاء الله، عاشت الأيادي. ركزوا لي على هذا المشهد. طبعا أنا حاليا طالع خارج مسقط، محافظة اسمها جنوب الباطنة. تمام. شوفوا لي الجو هذا. طبعا الأجانب يجون هنا يسوون تخييم كلش عادي. هذا المكان أيضا هسه راح ندخل ونشوفه. يعني تخيل هنا واحد يجي يسوي تخييم ويبتعد عن الدنيا تماما بالحرف الواحد. هذا المشهد عظيم. سلطنة عمان بأمانة مبهرة من ناحية التضاريس، شيء ما ينوصف. يعني تريد مي، أشجار، طبيعة، موجود. تريد هذا المشهد العظيم السينمائي، جبال وأودية وغيوم، موجود. تريد مدن حديثة، موجودة كأنك بدبي وغيرها مثلا، تلقي هاي الأمور. زين. شوفوا هنا الأجانب طبعا يجون يسوون تخييم. هناك أيضا وفد هندي دي يمثلون. هنا طبعا مكان كلش حلو، هسه إن شاء الله تشوفوه. التضاريس هنا بالحرف الواحد، أنت تشوف الفصول الأربعة ممكن بيوم واحد، مطر، حر، رطوبة، وجو حلوة. يعني كل شيء تشوف. تأملوا هنا، تأملوا. خلي شوي أسوي زوم حتى تكون الصورة لكم واضحة. هاي طبعا جنوب مسقط، عفوا خارج مسقط، محافظة ثانية اسمها جنوب الباطنة. واو. طبعا حاليا هنا اكو وفد هندي دي يسوون فيلم، دي يمثلون، فهاي الهليكوبتر دا تشتغل، وما اعرف شنو المشهد بصراحة. واو. حاول تجي منها، تعال. اعتقد هذا المكان المناسب للتصوير، المكان المناسب للتصوير. الموج مسقط. طبعا هاي المنطقة تعتبر من الأحياء الراقية جدا في مسقط، تشمل طبعا ممشى، هذا اللي بيه طبعا كافيهات، مطاعم. هسه ان شاء الله راح تشوفوا اصور لكم. يشبه الى حد ما دوب لوسيل اللي في قطر، يعني اللي ماشي هناك يشبه نوعا ما على هذا الطريق. طبعا هو ايضا بأحياء سكنية مثل ما ذكرت، راقية جدا تعتبر هنا في عمان او في مسقط. وطبعا ايضا بسوق تجاري، فاللي يجي لهنا لازم يتمشى هنا، لازم. هذا المكان هو سترس وليف بالحرف الواحد. ان شاء الله احاول اصور لكم قدر المستطاع. اذا نبديها منها مثلا بريستا كافيه. هسه اريد يعني تعيشون التجربة على اقل تقدير وياي، وانا دا اتمشى، دا احاول قدر المستطاع انه هنا طبعا الكافيهات تقدر تقعد هنا باي لحظة. اكو بعض يعني متاجر وهيج. بعد دي قدام ايضا كلش حلو، ان شاء الله لحق عليه قبل لا يخلص الستوري او حتى الستوري اللي بعده. هنا مكتوبة الممشى. يعني وهذا اعتقد المكان المثالي بصراحة، اذا تريد تقعد كافيه هيجي تهدأ، يعني تسترخي، تشوف شي لطيف، هذا راح يكون مثالي جدا. طبعا اكيد اكو شاطئ هنا هم، شاطئ الموج هم كلش حلو. ان شاء الله نروح له ونصوره. هنا طبعا ايضا جزء من الممشى هذا. كل شيء هنا هذا، حتى الناس سواء يعني عمانيين او حتى اللي هم من خارج عمان يعني. ف ذا كريب كيف. هذا طبعا يلو كاب بيتزا. ركزوا على الجوانب، طبعا هنا العالم كلها قاعدة
This is the point. شوفوا كمية الجمال اللي دا اشوفه حاليا، يعني بصراحة ما ينوصف. انا ما اعرف شلون تعيشون الشعور هنا. هاي يسموها نزوة، تبعد ساعتين تقريبا عن مسقط. اللي يجي عمان وما يروح لهاي المدينة معناها كل شيء مشايف، حرفيا هاي كل شيء مشايف معناها. شوفوا لي المشهد هناك، المشهد الاوروبي هذا بامتياز. هاي مبدئيا ان شاء الله، هسه بعدين اوريكم شغلات اخرى هي موجودة في هاي المدينة، لكن شوفوا لي الجو، شوفوا لي هذا المشهد، وشوفوا لي حاليا القلعة اللي هسه راح ادخلها. قلعة نزوة. طبعا ملاحظة عمان سابقا احتلت من قبل البرتغاليين، بس اذا تشاهدون هذا المدفع مثلا، طبعا فقط السواحل العمانية احتلوا البرتغاليين حتى يسيطرون على التجارة. اذا تشاهدون حاليا هذا علم البرتغال موجود على هذا المدفع، اللي طبعا هذا المدفع يرجع تقريبا هم كاتبين عنه هنا من القرن السادس عشر. تمام. وهنا طبعا هذا المدفع الثاني، هذا طبعا من القرن الثامن عشر. يعني بصراحة كمية الجمال اللي موجود هنا والله ما ينوصف. يعني بصراحة الجو وشي تراثي يعني خرافي والله. طبعا هاي القلعة بنوها حتى يطردون البرتغاليين من عمان، لأنه فترة البرتغاليين استولوا على السواحل في عمان. ف يعني خرافية والله. هنا طبعا ورشة صنع الحلوى هنا منا. تمام. هنا طبعا المعارض هسه ان شاء الله نشوفها. هاي طبعا القلعة. المشهد حاليا طبعا دا تمطر، تخيلوا المشهد، الجو ولا غلطة والله. شوفوا لي المشهد من هاي الجهة اللي هي القلعة. خلي استعجل اروح لهناك. شوفوا الوضع، شوفوا لي المشهد عظيم والله. دا احاول اصور وانزل لازم يتوثق هذا المشهد. الله، ركزوا واستمتعوا. خليني اصعد هنا. موبايلي المفروض ضد المي بس ما ادري بعد. خليني الحق هنا. التاريخ الجميل والله. مع شديد الاسف انه الاحساس ما ينتقل من خلال الموبايل، كان حسيته باللي دا احس به حاليا. يعني سبحان الذي خلق التضاريس الاربعه في يوم واحد تلقيها في هذه المنطقه او في عمان عموما. شوف بس المطر حاليا مو طبيعي. هاي من اعلى قلعة نزوة، علم السلطنة. حتى تعرفون ليش أنا أقول سلطنة عمان كلش مظلومة سياحة. شوفوا لي هذا المشهد، شوفوا بالجهة المقابل. يعني بالحرف الواحد صيف شتاء ربيع خريف كلها تشوفها بيوم واحد. اليوم طبعا اكو سيول هنا منطقة قوية. الأساسي التاريخي أول بناء يعتبر السلطنة، ومش البرتغاليين بس، كمان الخليج العربي بالكامل. طبعا حاليا سيول في نزوة بسبب الأمطار. مخيفة والله، يعني ما توقعت حيكون بهالكم. شوفوا لي الاخلاق العمانية. احنا جايين قبرك. الله يسلمك ويحفظك. والله اقول لهم اكلت قبل شويه، لكن اهل الكرم. الله كرم واخلاق، يعني مو بس كرم يعني بوث. من بعدكم. الله يسلمك العفو. والله اكلت، والله ما اقدر. والله ما اقدر. جيت اكل حاجه بسيطه. يلا ما يودي الكريم. اوكي خلاص. لا يحب السمك. لا بالعكس عادي. عراقي هذا. عراقي شنو ما احب السمك. طبعا اكيد للذكرى هذا الفندق اللي انا ساكن فيه حاليا. اذا تحبون ان شاء الله تجون زيارة انصح به جدا بصراحة، كلش لطيف ومنطقته ايضا حلوة. فندق المهد الدولي. هسه طبعا راح اشوفكم المنطقة زين.
هنا طبعا عندكم اسواق الامارات الهدايا، هاي قدامكم كل شيء بيه بصراحه، بس شغلات كلش لطيفه. هذا امامكم السوبر ماركت، هذا 24 ساعه يكون مفتوح، مواد غذائيه وهيك، فاللي يسهل يطلع بنص الليل باي وقت راح يلقيه موجود. زين. وهنا طبعا هذا حيكون مقابل الفندق مباشره. زين. وهناك طبعا اللي تقدر تأجر سيارات الى اخره، فكل شيء امامك بصراحه، كل شيء قدامك. طبعا مقابل البحر راح تشوفون هذا المشهد الجميل جدا. هنا اللي هي المطاعم وكافيهات. هنا الشباب قاعدة، شوفوا a lot of people are sitting here so لازم اقعد هنا، الظاهر هنا لود. زين. بعد ذلك ان شاء الله اشوف مكان اتعشى فيه. للفائدة راح تقدر تستخدم الأموال اللي موجودة بالوالد كارد مال زين كاش بشكل طبيعي جدا، تسحبها من الاي تي ام جدا اعتيادي، خصوصا ويا بنك مسقط في سلطنة عمان. ما جاوبت ويا الباكات، لكن ويا هذا البنك طبيعي جدا، عشان تقدر تخلي أموالك هنا وتسحبين عادي. للفائدة الثانية أيضا، إذا لنفرض عندك أي ماستر كارد أو فيزا أو إلى آخره، أحيانا حتى تدفع عن طريق البي او اس أو أي محلات الدفع الأخرى، اما الطريقه المعتاده انه يدخل البطاقه هنا بالجهاز وتكتب الباسورد، لكن احيانا انت ناسي الباسورد، فاكو طريقه هي الكل يعرفها المفروض، لكن احتياطا خاف البعض ما يدري، بمجرد توجه هذا الواي فاي على هذا الواي فاي هنا، تمام، بهذا الشكل تخليها مباشره راح يبدي يستقطع الاموال اللي انت تشتري بها، طبعا بدون باسورد والى اخره. فهاي الطريقه اللي البعض خاف يتساءل عنها ويا اي ماستر او فيزا. يابا وتالي هو يا اهل عمان، والله العظيم تعبوني. يعني اولا يجي للمكان اللي انت بيه، بعدين يصير عندي مثلا رجعه للفندق حتى اخذ دش مثلا، لا يجي واك للفندق ينتظرك، ومع ذلك يا معود خلي عزمك مره. اخي والله ما يصير، والله الكريم ما يصير. هذا اقل قليل يعني، ما في شيء. اهل عمان، اهل عمان انتم واحد ما يزوركم كل سنه والله. ان شاء الله في اي وقت حاضرين من الله يسلمك ويحفظك، الله يسلمك. يلا نبتدأ حاليا مع مطعم البيت العماني ونجرب الاكلات العمانيه. هذا السمك اسمه بالعماني صارونة كنعد، تمام، هذا يعتبر من افضل انواع الاسماك في الخليج كله، تمام، يعني هذا التوب، يعني اكثر شيء مرتب بهن. هذا طبعا شاطئ العذيبه يسموه، منتهى الجمال. اذا تشوفون حاليا كميه الازدحام، يعني ماكو ما تحصل مكان حتى للسياره. طبعا هذا القصر هو هديه من السلطان الخاص بسلطنة عمان، انطاه لأمير قطر، فلما يجي لهنا يقعد في هذا القصر. إذا تشاهدون طبعا الازدحام حاليا، وأكيد هنا الكافيهات والمشاوي، راحت المشاوي حاليا في كل مكان، وأكيد هنا البحر. أنصح جدا بالمجيء إلى هنا جدا، من أجمل وأحلى الأماكن في السلطنة شاطئ العذيبة. شوفوا لي المشهد الخرافي هذا، ركزوا على الطائرات اللي تهبط، الله شوف 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 هاي راح تهبط بالمطار، هاي تابع على اي خطوط ما مبينه، شوفوا 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 شوفوا، ركزوا لنا ذاهبة باتجاه المطار. طبعا هذا المشهد حاليا لمدينة مسقط من الجبال، من مكان كلش عالي. طبعا البيوت اكيد واضح جدا انه البيوت تقريبا اغلبها او كلها باللون الابيض. هنا طبعا الطرق اللي بالاسفل، هنا نفس الحالة اذا نشاهد البيوت. خلي اقول لكم شيء وانتم تكونوا الحكم. شوفوا انا قبل شوي طلعت اتغديت تمام وحدي، وايضا رحت للشاطئ، شاطئ القوم هناك قعدت، مكان كلش حلو. جاني اتصال من الاخ خالد العماني، يابا وين انت؟ قلت له انا طالع حاليا بالشاطئ. قال لي انا رحت للفندق مالتك، خليت لك هديه بالريسبشن، ماشي،
يعني هو مشتريها ومخليها بالريسبشن. اوكي، وقال لي انا جايك للمكان اللي انت بيه. هاي واحد. جيت لهنا طبعا لقيته، سلمت عليه وهيجي، قلت له شلونك شيخ اخبارك؟ قال انا مستعجل لانه عنده يروح عنده بناء ويروح للبيت مالتهم وهيك. فقال لي دكتور انا طلبت لك هاي وايضا الدارك شوكليتس وخلص راح يوصل لك الطلب وانا استاذن واروح. زين هسه هاي شنو تسميها بالله؟ يعني ايش قد ما احاول انه ابتعد واقول ما يصير يا معودين كافي يابا ما يصير، شوف شو يسوون. لهذا السبب انا قلت له لازم تجيني للعراق حتى التعويض يكون حقيقي لان هيش ما تكفي. سبحان الذي خلق مياه طبيعية جدا والمشهد عظيم. Hi, how are you? Enjoy the nature. يعني والله هذا المشهد المفروض يعني مو يعني لازم واحد يشوفه بعينه، مو مال تصوير نهائيا، الكاميرا احيانا تظلم. المي ركزوا على المي الطبيعية، شوفوا الجمال هذا. مشهد كرتوني. واو واو واو. هذه المياه عذبة تماما طبعا، وهذا المشهد الخلاب جدا في وادي شاب في سلطنة عمان. السلطنة اللي يميزها بصراحة الطبيعة الخلابة جدا، يعني ما تشعر انك في دولة خليجية. كذلك الحال انه تشعر في نفس اليوم الفصول الاربعة، الشتاء الربيع الصيف والخريف. فانت بالحرف الواحد تستطيع ان تذهب الى اي مكان بما يناسب الموسم او جوك اللي انت تحبه. شاهدوا لي هذا الجمال. اثناء المشي في وادي شاب مثل ما ذكرت احنا منتظرين نوصل الى نهايته اللي هي لازم نمشي 45 دقيقة. استمتعوا بهذه الطبيعة الجميلة. ندخل هنا شوي هيك. إذا وصلتوا إن شاء الله إلى وادي شاب، هاي الذكرى أنا كاتبها، اللي يشوفها خليه يذكرني. ثم تصل بعد ذلك إلى هذا المكان العظيم. جمال المياه العذبة والبرودة الخرافية جدا. Oh my God, look to Cinderella. Cinderella in the middle of the river. What are you doing here? Hey, what are you doing here? From where? Look here. You are gorgeous. ليل الجمعة الجميل جدا في السلطنة. شوف العالم هنا تجي تقعد على البحر. شوفوا الحياة الجميلة. لهم حق طبعا ممنوع الشوي أكيد. زين، تأكل هنا براحتك. وأكيد حركة طبيعية جدا، أجواء جميلة جدا، لأنه خصوصا هذا يعتبر ويكند أو نهاية أسبوع، فالعوائل كلها تطلع مثل ما تشاهدون ويستمتعون بهذه الأجواء. الجو عظيم جدا. السلطنة بيها من الجمال بصراحة اللي مستحيل من سفرة واحدة تقدر تغطيه، تحتاج أكثر من سفرة. وإذا عملوا على السياحة سلطنة عمان راح يكونون رقم صعب جدا بلا منازع. هؤلاء من صنعوا لهذه البلاد مجدا يستحقون الثناء والتكريم.